أهلا بكم متابعينا الأعزاء. دوري أبطال إفريقيا، الرجاء البيضاوي يسعى لحسم التأهل لربع النهائي عندما يواجه حورية كوناكري. إليكم التفاصيل، ولكن قبل البدء لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. يواجه الرجاء الرياضي نظيره حورية كوناكري الغيني اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب 26 مارس بمدينة باماكو المالية، بداية من الساعة 5 مساء لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات دوري أبطال إفريقيا. ويطمح الرجاء الرياضي لتحقيق الانتصار على حورية كوناكري الغيني لحسم تأهله إلى الربع نهائي دور أبطال إفريقيا بعد تحقيق العلامة الكاملة 9 نقاط في مرحلة الذهاب، وبالانتصار على خصمه اليوم بهدفين نظيفين، وفي الجولة الأولى على فايبز الأوغندي بخماسية نظيفة، وفي الثانية على سيمبا التنزاني بثلاثية نظيفة. وعلاقة بالمباراة المذكورة أعلاه قال منذر الكبير مدرب الرجاء البيضاوي إن حورية كوناكري الغيني من الأندية القوية التي تخلق مشاكل للمنافسين، لذلك ينتظر أن تكون المواجهة قوية بدنيا وغير سهلة على الفريقين. وأضاف منذر في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة أن هذه الأخيرة ستكون مختلفة عما جرى في الذهاب بمركب محمد الخامس، موضحا أن مواجهة الدار البيضاء كانت صعبة ومعقدة، لذلك على فريقه أن يكون في كامل تركيزه اليوم. وأكد مدرب الرجاء الرياضي أن فريقه يحتاج حضورا بدنيا من البداية إلى النهاية، لأنه سينتظر أن يكون حورية مندفعا وشرسا، ومؤكدا أن الرجاء سيلعب بأسلوبه لمواصلة نتائجه الجيدة بعد 3 انتصارات.